طبعا انتوا عارفين ان مرتضى منصور عليه شهر حبس وما تنفذش، ومن امن العقاب اساء الادب. فيطلع جمال عبد الحميد عضو مجلس الاداره بتاعه المشكوك فيه، ما هو بقى خلاص، ما هي هيسه، ما هو التاني بيطلع يغلط ويحرض الناس ويحرض الناس على البلد والبلد هتولع ومش هتولع، فالتاني اكيد ازاي، ما هو مفيش حد بيتعاقب. فيطلع جمال عبد الحميد، بيطلع معاه في جمال عبد الحميد طلع في قناه نادي الزمالك، ده اللي بيعصبني يا جماعه، انه يطلع جمال عبد الحميد في قناه نادي الزمالك وبيتكلم على اتنين بيقعدوا في قناه الاهلي، اكيد بيتكلم على عادل القيعي وابراهيم المنيسي، وبيقول لك بيثيروا الفتنه ومش بيثيروا الفتنه وبيثيروا جمهور الزمالك ومش عارف ايه، واحنا قدمنا كذا حاجه على اساس ان الخطيب الصلح ومش الصلح ومفيش حد بيستجيب ومفيش حد بيستجيب. انا لفت نظري كلمه واحده بس، ومش هسمعكم الفيديو كله، لكن انا لفت نظري كلمه واحده بس قالها، يعني ما هو بيمشي بقى على منهاج سكريبت مكتوب ويمشي على منهاج مرتضى منصور نفسه. لفت نظري كلمه غريبه جدا قالها، يعني انا ايه اللي بيقوله ده؟ ايه اللي بيقوله ده؟ عشان كوره وتقولوا لي انت ليه متعصب؟ ما انا متعصب عشان القرف اللي انا بسمعه ده. السنيد بالظبط، هشام حنفي بيقول لي بيقوم بدور السنيد بالظبط. اسمعوا يا جماعه، اسمعوا بودانكم، الراجل ده قال ايه، اسمعوا. مش هسكت، مش هيسكت. احنا ادينا كتير جدا، انا مش هسكت. انا برضه هنعمل نفس الحكايه، طالما البلد سايبه واحد بيولع البلد، خلاص يبقى احنا كمان نولع. تخيلوا، بيقول لك طالما البلد سايبه واحد بيولع البلد على الناس اللي كانوا في قناه النادي الاهلي على القيع والمنيسي، يبقى احنا كمان هنولع. طبعا رجع وفاق ولحق نفسه وقال مش هنولع في البلد ولا هنولع في جمهور الاهلي، بس خلاص سبق السيف العدل، اللي جواك طلع تولع. طب ما في ناس قصت الفيديو اهو زي ما هو مقصوص اهو دلوقتي وقالوا جمال عبد الحميد بيولع في البلد، وتقول انت متعصب ليه؟ وعشان اتهزم ماتش سوبر، وعشان عليه حكم على رئيسك مرتضى منصور، عليه حكم حبس شهر وما تنفذش، فطلع قال لك سكريبت يطلع كمل وردد الكلام. ودي كوره، دي كوره في الاخر رياضه. عايز تولع في بلدك عشان رياضه يا جمال يا عبد الحميد، عشان سكريبت، عشان كرسي، وانت قاعد اصلا في القناه قالك مش هسكت. انت مين انت اصلا؟ انت مين؟ بقول لك احنا مش هنسكت مش هنسكت. انت مين؟ انت مين؟ كل ده عشان زمالك واهلي، وتقول لك طب انت يا سيدي بتنتقد الناس اللي بتثير الفتنه في قناه النادي الاهلي زي ما انت بتقول او زي ما انت بتدعي، ترجع تقول هتولع وترجع تفوق وتصحى وتقول مش هنولع في جمهور الاهلي وهنولع في... انا عايز اقول لك انت لو طايل تولع في الاهلي وجمهوره وناسه هتولع، ما هو باين الغل والحقد ومش هنسكت. واحد يفتري على الناس في قناه النادي الاهلي ويفتري على النادي الاهلي ويفتري في الكلام بتاعه على الجمهور، وناس بتقبض ايه يعني؟ كنت مراقبهم شغالي حضرتك مباحث عامه جاي تعرف منين